أهم الحلول للمشكلة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وهو الأزمة الأخلاقية. كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي عبد الله المصري. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. اهلا استاذ ياسر. حضرتك عايزين كده تشرح لنا الوضع الحالي والأزمة الأخلاقية اللي بتمر بها مصر في الوقت الراهن، وإيه أهم الحلول وإزاي يتم تنفيذها على أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكبت اللي عاشه الشعب المصري واللي ادى الى الانفجار الشعبي الكبير في 25 يناير 2011 هو الذي ادى الى المفهوم الخاطئ للثورة عند كثير من الناس ولا سيما العوام. فنجد ان هذه الثورة الشعبية التي قامت من اجل العدالة والحرية والعيش، العدالة الاجتماعية طبعا. فقامت من أجل الديمقراطية، وفهم الناس الحرية والديمقراطية خطأ، فهموا بأنها فوضى، كل واحد يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. هذه هي الحرية وهذه هي الديمقراطية، ولكن هذا مفهوم خاطئ لدى الكثير، سواء كان من الشباب أو من غيرهم، سواء كان من العوام أو حتى من بعض المثقفين الذين انحرفوا بفكرهم عن الحرية نتيجة الجرعة الزائدة التي حصلوا عليها بثورتهم في يوم 25 يناير. فنجد أن الحرية انقلبت إلى فوضى أخلاقية. نسي الصغير بأنه ينبغي أن يستمر ويتواصل في احترام الكبير، وهذه هي من عادات المجتمع المصري الأصيل، مجتمع أولاد البلد. بل الأكثر من هذا، أنه من تعاليم الإسلام ومن تعاليم الأديان السماوية، والشعب المصري بطبيعته شعب مؤمن، شعب يتسلح بسلاح الإيمان والإيمان بالله. فحضت التعليم، والرسول عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة حسنة، وهو الذي بعث من أجل مكارم الأخلاق. فنجد أنه يحثنا على احترام الكبير والرحمة بالصغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعليم كثيرة فيها ضبط وربط دون جنوح والتطرف للحياة عموما الاجتماعية. ونجد أن الدين الإسلامي عموما هو دين اهتم بالحياة الاجتماعية والتعاملات والعلاقات الاجتماعية بين الناس داخل المجتمع. وبالتالي نجد أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون مثاليا في هذا الأمر. ولكن للأسف وجدنا الأحداث الكثيرة منذ أن قامت الثورة في سنة 2011 إلى اليوم، للأسف نجد ما زالت هناك الثورات أو البعض الذي يحاول أن يدعو إلى ثورة أخرى، ويحاول أن يدعو إلى المظاهرات المفتوحة وحرية التظاهر دون ضبط وربط وقانون لها. وهذا خطأ كبير، لأنه لا يوجد مجتمع يعيش بلا ضوابط. فنجد في فرنسا إذا أردت أن تتظاهر فعليك أن تحدد المكان والزمان، ولا تزيد دقيقة واحدة، ولا تنزل عن المكان سنتي واحد، وإلا تدخل الشرطة واستطاع أنه هو يأخذ حق المجتمع منك كمتظاهر. ولهذا نحن نقول للأسف أننا حتى الآن بلد بها قوانين ولكن لا تنفذ، معطلة. فالخروج من هذه الفوضى وهذه الأخلاقيات تنفيذ القانون أولا، لابد من تنفيذ القانون على الكبير وعلى الصغير سيان. لا فرق بين هذا وبين ذاك، لا فرق بين الشريف وغير الشريف والوضيع. فمن هنا هذه هي المنظومة التي ينبغي أن نسير عليها، والمنهج القويم الذي
نعلمه لأبنائنا. فأما أن نتظاهر في أي وقت وفي أي مكان، هذه ليست حرية، لأن حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. فإذا تظاهرنا في ميدان التحرير فماذا يحدث؟ ستتعطل المرور والسيارات. طب وأين حرية صاحب السيارات، صاحب السيارة الذي يريد أن يذهب إلى مكان عمله أو منزله؟ فهذه ليست بحرية، بل هي فوضى، لأن الحرية والديمقراطية ينظمان المجتمع. فتشرشل قال على سبيل المثال بأن للديمقراطية أنياب أخطر وأقوى من أنياب الديكتاتورية. إذن فعلينا أن نتعلم هذا ونعيش بهذا، وهذا لا يكون إلا بتفعيل القانون. ولا بد أن يحترم الصغير الكبير، لابد أن يحترم الرئيس المرؤوس يحترم الرئيس في العمل وفي الدولة وكيان الدولة ونظام الدولة. ولا بد أن نعلم أبنائنا هذا ويسعى الجميع لهذا. كباحث في الشؤون الإسلامية، شايف حضرتك إن ملامح الأزمة بدأت من إمتى وتطورها مشي إزاي؟ يعني هل الأزمة الأخلاقية اللي إحنا بنعاني منها دي بدأت بعد الثورة ولا موجودة من قبل الثورة وتفاقمت بعد الثورة؟ هو للأسف كانت الأزمة الأخلاقية موجودة في النظام السابق أو النظام الأسبق، لأن قعدنا في 30 سنة اللي قبل ثورة يناير ما كنا عايشين فيها نجد تجار الانتخابات، نجد البلطجية، وهؤلاء كانت تستخدمهم الحكومة. فالحكومة هي التي علمت الشعب البلطجة والانفلات الأخلاقي آنذاك، وبالتالي حدث ما حدث. ونجد أنها تطورت، وعندما قامت الثورة زادت هذه الفوضى وخرجت على السيطرة. طب حضرتك شايف الحل هيكون إيه؟ هل من خلال زي ما هو متداول من دون تجديد الخطاب الديني، هل دور الإعلامي وبصفة برضو حضرتك كإعلامي من جانب ومن جانب آخر باحث في الشؤون الإسلامية، شايف إن هل نركز أكتر في التاريخ الإسلامي؟ يعني أنا أرى بأن الأزهر مؤسسة إسلامية وسطية تشرح الدين الحنيف وتحافظ عليه وحارسة له، وأيضا حارسة على المسلمين وعلى روح الإسلام، والحمد لله. وربنا يبارك في علماء الأزهر، وربنا يقوي الرجل الطيب الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، لأنه يبذل مجهودا كبيرا حقيقة. أما موضوع تجديد الخطاب الديني فهذه نغمة سمعناها كثيرا، تجديد الخطاب الديني، الحوار مع حوار الأديان، هذه أمور عقائدية. طب حضرتك شايف هل هو الأصح إنه يكون تجديد الفكر الديني ولا تجديد الخطاب الديني؟ لا، أرى ضرورة تجديد تنفيذ العقيدة الدينية الإسلامية الصحيحة. أرى سماحة الإسلام تنتشر، أرى وسطية الإسلام وعدالته واعتداله، هذا كله مطلوب، ولم يتم هذا إلا من خلال تفعيل القانون وتنفيذ الخطوات المنهجية للقيادات الجادة على هذا الأمر. حضرتك أنا عارف إن حضرتك كتبت كتاب عن البكباشي حسين الشافعي، وكان كتاب قيم رحمة الله عليه يعني، فياريت تكلمنا عن التجربة دي، وبمناسبة برضو الاحتفال بالذكرى ال 92 لميلاد الراحل حسين الشافعي. 97. نعم. الله يرحمه الأستاذ حسين الشافعي أو البكباشي
حسين الشافعي قائد فرسان ثورة 23 يوليو، نجد أنه كنت قد أجريت معه حوارا في يوليو 2003 لجريدة العمال وأيضا لجريدة صوت حلوان. وهذا الحوار نجد أنه كان حوارا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، ولكن هذا الرجل صراحة أدلى بدلوه في هذا الأمر وقال شهادته في موضوع ثورة يوليو، لأني كنت قد درست في التاريخ أمور كثيرة ومخالطات وخلط شديد، فنجد أنني وجدتها فرصة حينما استقبلني في مسكني بشارع الثورة وناقشت في هذا الأمر. وفي الوقت نفسه بعد السنوات دي كلها اللي عدت من 2003 لغاية النهاردة وجدت ما قاله الرجل، لأنه تحدثنا بعد ثورة يوليو في الأحداث الجارية في مصر وخارج مصر، فوجدت الرجل قال أشياء كثيرة عن الأحداث وعن الثورات الشعبية وعن طبيعة الثورات زمان وقتها. وبصراحة منذ أن قامت ثورة 25 يناير إلى الآن رأيت أن ما قاله الرجل كله وجهة نظر ثاقبة وحكم. طب من أهم ملامح الحوار اللي دار ما بين حضرتك وما بين البكباشي حسين الشافعي واللي كان نائب رئيس الجمهورية في وقت من الأوقات يعني؟ نعم. هذا الرجل كان يعمل لوجه الله ودائما يضع الله سبحانه وتعالى أمامه، فكان حتى أنني لمست أن الحوار صحفي إيماني تاريخي، لأنه كان يتناول المواقف الإيمانية في ثورة يوليو وأيضا تحدث بعدها. فنجد أن حينما ناقشته في الدكتاتورية والديمقراطية، ديمقراطية اللي هو محمد نجيب وديكتاتورية الزعيم جمال عبد الناصر، فنجد أنه هو شرح هذا الموقف وقال أنا النهاردة لو عملت حزبين كبار زي أمريكا وزي الهند وزي فهنجد أن حزب هيتجه إلى أمريكا وحزب يتجه إلى روسيا. طب ليه؟ أنا متكل على تحالف قوى الشعب العاملة وأعمل حزب واحد من العمال والفلاحين والمثقفين والرأسمالية الوطنية، وهذا الحزب هو اللي يبني مصر في فترة انتقالية 3 سنوات، بعدها نطلق الأحزاب. وهذا الرجل يعني وجهة نظره وتحليله للموقف صحيحة تماما. وبالمناسبة هو ولد في 2 فبراير 1917 وتوفى 18 نوفمبر في سنة 2005 رحمة الله عليه. فنجد أنه هو تناول هذا المنظور بين الديمقراطية والديكتاتورية، فأن ثورة يوليو كانت لسه قايمة ولسه شابة ولم تصل إلى مرحلة الفتوة والقوة، ووجد بأن من الضروري أن الكل يتحد في حزب واحد. وهذه التحليل صحيحا، لأن أنت النهاردة حضرتك أستاذ ياسر لو بصيت تلاقي الأحزاب اللي موجودة على الساحة النهاردة أحزاب زي ما بيسموها كرتونية، لأنها ليس لها مجال ولا موضع قدم في الشارع السياسي. ومن هنا نجد بأن وجهة نظر الزعيم جمال عبد الناصر صحيح. هذا الرجل الأستاذ حسين الشافعي رحمة الله عليه نجد أنه هو لمس حقيقة حب الشعوب لجمال عبد الناصر وزعامته. واحنا ما شفناش زعيم للأمة العربية بعد عبد الناصر ولا قبل عبد الناصر، رغم أن هناك شخصيات وحكام محترمين جدا في البلاد العربية ولهم يعني باع طويل في النهضة السياسية والحياة السياسية، زي الشيخ زايد، زي الملك فيصل، زي الرئيس الجزائري هواري بومدين ابن الأزهر وابن مصر. كل هؤلاء لهم بصمات
وطبعا الملك الحسن في المغرب إلى آخره. فنجد أن جمال عبد الناصر سبب حب الناس ليه وزعمته ان هو كان بيخاطب الشعوب، ما كانش بيخاطب الأنظمة ولا كان بيخاطب الحكام، لأن الحكام أشخاص والأشخاص متغيرون. نجد من هو رئيس اليوم يبقى رئيس سابق أو أسبق بكرة، الملك كذلك نقول رحمة الله عليه. أما الشعب باقي، أما الشعب مستمر. ومن هنا نجد أن جمال عبد الناصر إلى الآن أي مظاهرة في أي حتة في الوطن العربي مرفوع على طول صورة جمال عبد الناصر. نجد الأستاذ حسين الشافعي حط إيده على خلاف بنعيشه النهاردة ومصر كلها بتعيشه، وهو الخلاف ما بين الحكومة والإخوان، الحكومة السابقة. فنجد ان هو كان في مرة قاعد عند الرئيس جمال عبد الناصر، فجه الأستاذ سعيد رمضان، وهو ده كان زوج بنت الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه. فقال له المستشار الهضيبي عايز ميعاد من جمال عبد الناصر. فراح قال له لا، يعني عايزني ليه؟ روح انت قابله للأستاذ حسين الشافعي. قال له روح انت قابله. فراح الأستاذ حسين الشافعي بالفعل وقابل المستشار الهضيبي في بيت رمضان في الروضة. فكان ساعتها انقلاب المدفعية قرب وبيخططوا له الإخوان. فنجد ان هو دخل عليه، ووصفوا لي الأستاذ حسين الشافعي داخل ببلطو المستشارية وفي غرور، وقال له انتوا قمتوا بثورة انما لسه بتذيعوا الآذان المنغم للشيخ محمد رفعت، وانتوا قمتوا بثورة كويسة جايز تبقى كويسة، انما عملتوا ايه؟ ده انا رحت اجيب وقية تفاح من الراجل الفكهاني. قال لي تفاح يا استاذ؟ ما الضباط الاحرار خدوا التفاح، مفيش خلاص. فتهكم عليه، فسابوا الاستاذ حسين الشافعي. وبعدين قال له انتوا يعني الاستراتيجية بتاعتكم غير بتاعتنا. والاستاذ حسين فاهم هذا الكلام، لان هو وزعيم جمال عبد الناصر الاثنين كانوا في الاخوان المسلمين، ولما لقوا الهدف بتاعهم غير هدف الضباط الأحرار انسلخوا عن الإخوان المسلمين وسابوهم. أيضا الأستاذ حسين الشافعي ليه أخ في شعبة اسمه أخوه الأكبر اسمه حسن، وأخوه الأصغر اسمه أحمد في شعبة طنطا، لأن هم من طنطا. فقام قال له المستشار الهضيبي، قال له احنا لينا استراتيجيتنا، كتروا أنكم تحاربون في قناة السويس بينما نرى نحن أن نحارب في مراكش. يقصد هنا المفهوم والقاعدة الأساسية للإخوان، وهي البحث عن الخلافة. فقام الأستاذ حسين الشافعي وسلم عليه وقال له أعتقد أن الأستاذ حسن البنا لو كان موجود ما كانش هيقول الكلام ده، وكان هيحط إيده في إيدنا ويقول كويس بأن أنتوا قمتوا بهذا العمل الجميل، وللأسف يعني الكلام اللي انت بتقوله ده. وسابه ومشي وما قالش لجمال عبد الناصر. وده كان من ضمن الأسرار اللي قالها لي، وقالها لأول مرة، اللي هو السر بتاع هذا اللقاء. فالنهاردة نجد ان ما نعيش فيه في خلاف مع الإخوان هو نفس الأمر، ان هم جم بدل ما يصلحوا البلد بعد ثورة 25 يناير، نجد أنهم يبحثون عن الخلافة، يبحثون عن الزعامة للعالم الإسلامي كله. وده طبعا يعني النهاردة فهذا هذه الأيام وهذا الزمن الذي نعيش فيه صعب المنال وصعب التنفيذ أي خلاف، والخلافة ليست واجبة يا سيدي في الإسلام. فالمفروض أن أنت كنت الأول تبني مصر وتعمل لمصر، وبعدين تعيد البيت الأول اللي انت فيه، وبعدين تدور بعد كده على أي حاجة تانية. ده يمكن برضو من الحاجات اللي قالها الأستاذ حسين الشافعي.
وقال لي اني قلت له سؤال صراحة: هل الجيش يقدر النهاردة يقوم بثورة؟ كنا ساعتها في 2003 ايام نظام الرئيس الاسبق مبارك. فقلت له: هل الجيش يستطيع ان يقوم بثورة اليوم مثل ثورة 23 يوليو؟ قال لي: لا، الجيش الثورات اللي يقوم بيها انتهت، ما بقتش زي الاول. الثورة التي يقوم بيها هو الشعب. ونجد ان هو قال واداني مثال على ثورة ايران اللي قامت سنة 1979. هذه الثورة قام بها الامام الخميني، نعم، وهو كان رئيسها وزعيمها، بينما اللي قام بها الشعب. وقال للشعب لما قام في ايران سنة 79 ضد رضا بهلوي الامبراطور، خد في وشه كل حاجة ومحدش قدر يوقفه. خد في وشه الجيش والشرطة والسفاك اللي هم المخابرات الإيرانية وأمريكا وروسيا، ما خلاش حاجة، لأن الشعب هو القوي، هو الأقوى، ليس الأشخاص. فمن هنا هذا الرجل قال كلام كثير. وبالنسبة على سبيل المثال اليوم ما يحدث من 25 يناير حتى اليوم، للأسف هناك الكثير والعديد من المظاهرات الفئوية، سواء كان من العمال، الموظفين، المثقفين، حتى أهل القرى، أهل المدن إلى آخره. كل واحد عايز حاجة يقوم عامل وقفة احتجاجية. هذه الوقفات تحدث عنها الأستاذ حسين الشافعي بعبارة حكيمة. قال: المشكلة إن العمال لو سبناهم طلباتهم لا تنتهي عند حد، ورجال الأعمال لو سبناهم سيطحنون العمال. ومن هنا لابد من أن تكون الدولة ذات يد قوية لكي تنظم، لكي تفعل القوانين وتنفذها. أما أن يترك الأمر سداح مداح وكل اللي عايز له مطلب أن يقوم بوقفة احتجاجية أو بثورة أو هذا كلام غير صحيح. والسائر الحق كما بلغنا فضيلة الإمام الشيخ محمد الشعراوي يثور وبعدين يقف ليبني، مش ليستمر في ثورته ووقفته الاحتجاجية. رحمة الله عليه وعلى علمائنا كلهم، الله يبارك فيه. طبعا الحديث في التاريخ لا ينتهي ولا نكل ولا نمل منه. وبمناسبة هذا الحوار الذي دار بيني وبين الدكتور عبد المصري، أنا سعيد جدا بهذا الحوار، وأتمنى إن شاء الله يكون في لقاءات تانية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم ياسر حماد.